بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا فيديو جديد من قناة كويسين ليلى اللي هو لو غولي دو كورجيت، قرعة اونغولي في الفوق كغاتان. اولا باش نبداو عندنا البصل، جوج حبات بصل يكونوا متوسطين، وعندنا الداند، معليش لا كاين داند لا كاين الدجاج، صدرت على الدجاج نديروه، هي من احسن نستعملوا الداند اللي هو من الجانب تاع الشاورما اللي نديرو به الشاورما. وعندنا المعدنوس، عندنا قرعه اللي كنا قليناها وحطيناها في الورق باش تمتص هذيك الزيت تاعها. ها هي قليناها، هاك نقسموها هكذا دي لاميل، نقسموها هكذا ونحطوها تمتص داك الزيت، تشرب تنحي في الكاغط في البابي تاع كويزين، نحطوها باش. وعندنا هنايا زنجبيل مخلط مع الكزبر يابس، نديرو مغرف تاع قهوه ماشي معمره. هنا عندنا قرفه، وهنا عندنا الفلفل الابيض، ماشي فلفل اكحل، فلفل ابيض غبره. وهنا عندنا الثوم غبره. وهنا عندنا هادو لي زيرب دو بروفانس، تلقاوهم يتباعوا برا، اللي هو خليط من التان والرند والغومارين، هو خليط من كاع الاعشاب. هنا عندنا الكركم، وهنا عندنا الملح، وهنا معدنوس. وهادو لي كوردون، انا ما درتش لي كوردون، درت قصب تاع الشوا ندير فيهم، واللي عندها لي كوردون هي دير لي كوردون خير. وعندنا هنايا بلاطو، باش هذا هو البلاطو باش نديروه فيه، باش ندخلوها في الفرن. ها اولا نبداو بالبصل. ها هو البصل نحطوه في مقله، نديروا له مغرف كبيره تاع زيت زيتون، زيت ما قلناهاش، زيت زيتون مع زبده، هذه نسيت باش نقولها، زيت زيتون. ها هي زبده، هاي دي. هذا الفرماج باش نديروه مع كي نروليوه، من بعد تشوفوا كيفاش. عندنا نقولوا مغرف تاع زيت زيتون، هاي ديك نعمروها نديروا هكذا، نزيدوا لها مغرف هاي ديك تاع الزبده، ماشي كامل كبير. هيك من بعد ديك الملح، نديرو بشويه الملح خاطرش كاين فرماج، نديرو غير شويه، ما نديروش بزاف، ماشي مغرف معمره. عندنا نديرو شويه تاع الثوم، تاع الفلفل ابيض اللي هو كيما الفلفل الكحل بصح هو ابيض يتباع هذا. عندنا هنايا ثوم غبره، نديرو لها غير شويه هذا باش تعطي نكهه برك. عندنا الكركم، ها هو نديرو شويه الكركم. هنا شويه قرفه، نديرو ماذا بيكم ديروا قرفه غير شويه، ما ديروش بزاف خاطرش تكون باش ما تطلقش الوسم تاعها هي قاطعه. وهنايا عندنا زنجبيل مخلط مع الكزبر يابس، درستهم رحيتهم في الحيوه ولا درسوهم معليش، يكونوا غبره هكذاك ندرسوهم. هاي نديرو ملعقه مليحه هايديك باش تعطي زنجبيل مليح. نخلطوها ندوها فوق النار حتى ندوب البصل، ومن بعد نشوفوا. هنا دوكا نديناها فوق النار، نخلوها حتى يذوب البصل كامل، يذوب البصل يولي مدبال، يطيح. هنا ما نحتاجش الماء، ما نديروش كاع الماء كاع ما نديروش، عندنا الزيت والزبده، هذاك اللي دام هو اللي راح يذوب البصل، مع البصل يطلق الماء، البصلاوي يطلق الماء مليح. خليها هكذا حتى تذوب على النار، ونقعدوا من داك نخلطوا شويه ونعاودوا نولوا نعاودوا نخلطوا حتى يذبل. بعد ما طاب البصل هاوليك او طابو كمل دبال، واش نديرو حنايا؟ نقسموه على زوج، نص نحطوه بجنب هنا، نفرغوه في الطاس نخلوه بجنب، والنص نخلطو معاه هذاك الدجاج، هذاك اللحم تاع الشاورما، داند ولا دجاج صدرت على الدجاج ولا اللي كنا طيبناه وفتتناه. ما يكون زعما يكون عندنا دجاج وبقى لنا من لافي، يعني من البارح بقى لنا، نحو ما نرموهش خساره، نفتوه نحطوه ونخبوه في الفريجيدير، ومن بعد نقدروا نستعملوه في هذه الوصفه كاينه هذه. هاهي نخلطوا البصل
مع هذا الاخر، هذا مع الدجاج هذا. يلا بعد ما خلطنا البصل مع الدانت، خلطناه، نردوه للنار شويه ومن بعد نشوف. هانا بدينا، رديناه للنار، يعني غير شويه باش يطلق فيه هذاك ريحه البصل، البنه تاع البصل باش تدخل فيه داك الدانت هكذا. هاولي خلاص هنا كملنا. بعد نشوفوا واش نعاود نكمل. بعد ما طاب كلش هاي نديروا له غير هذا شويه تاع لي زاد هذا، غير شويه برك يعني نديرها ونخلطوها هكذا، نخلطوها ومن بعد نزيدوا لها المعدنوس اللي كنا غسلناه، قطعناه شويه ونخلطوا كلش هكذا ونحطوه من بعد كي نكمل هنا خلطناه نحطوه بجنب باش نروحوا نوجدوا القرعه تاعنا. بعد ما هنا راح ندوك نعمروا هذه القرعه، نحطوا دوك انا ندير لكم غير 2 ولا 3 باش نكملوا، يعني نجيب مغرف تاع زبده، معليش نديروا شويه هكذا، هاي شويه، بعد نلووها هكذا وندخلوا لها هذه المطلق تاع الكوردون باش تشد، هايك نحطوها هاي، بعد نحطوها هنا في البلاطو تاعنا، نحطوها وكونوا هذا البلاطو هذا نكونوا دهناه بالزبده، ندهنوه كامل بالزبده، غير زبده برك ندهنوه ونحطوها لداخل. نزيد لكم واحده اخرى باش تشوفوها، نعمر واحده اخرى باش تشوفوها، هاي لك. والله هذه يعني بنينه بزاف، اللاوسات بنينه، هاي لك، هاي نعملك حتى نكملوهم كامل هكذا، نكملوهم كاع هكذا. كاين ملاحظه ثانيت يعني كيما نلووها هكذا، اللي حب يعني يزيد يدير فيها الفرماج هكذا من فوق تجي بنينه ثانيت، بنينه بزاف، يعني اللي يحب اللي عنده فرماج هكذا نديرها هكذا ونلووها داخل ونواسو هكذا، نحطوها في هكذا، نديروا لها الفرماج. راح نشوفوا لا بيشاميل كيفاش نخدموها، كيفاش نديروها. دونك هنا واش عندنا، نسحقوا حنايا الزبده، مايزينا، حليب، ملح، فلفل ابيض، فرماج اون بورسيون تاع الشاف ولا هذاك مربعات ولا كيما تحبوا، فرماج غرياغ مع شيدار غابي مع بعض، تخلطوهم، 2 بيضات، لا كريم فريش والزيت. الحاجه الاولى واش نديروا، نحكموا هذيك الزبده تاعنا، تفرغوها في الكاسرونه هذيك، زيدوا لها شويه تاع الزيت قريب مغرف، ماشي كامل ماشي معمره، شويه برك، نديروا لها المايزينا، نديروا لها شويه تاع الملح باش الفرماج خطشاو مالح، ندير لها غير شويه ماشي بزاف، شويه فلفل كحل، فلفل ابيض شويه ماشي بزاف، وندوها للنار، ندوبوها في النار وبعد تشوفوا كي ندوها للنار، النار قليله، هذيك الزبده مع المايزينا اي تذوب هكذا، تولي تحصلوا على شغل عجينه هكذا معاها. بعد واش نديروا دوك تشوفوا واش نديروا، يعني بعد كي تحصلوا هكذا على عجينه يعني نزيدوا لها الحليب تدريجيا ونخلوها تغلي حتى نتحصلوا على كريمه. الحليب اللي هي 270 مليلتر، يعني ما تلحقش نص، يعني هاو كاس هذا 270 مليلتر. قالب هاي
ولات خاطره. ها شوف كيش ولات. نطفوا عليها. وهنايا كاين حاجه ثانيت كي نطفوا عليها نحكموا شويه وندوقوها مع الملح. ما لازمش تكون مسوسه كامل، لازم تكون مالحه بزاف، خاطر حنا نزيدو لها الفرماج. هنا ندوقوها، الا صبناها ناقصه ملح نزيدو لها شويه ونزيدو لها جوز الطيب. نرابيو لها شويه جوز الطيب والبيض. خارج النار ومن بعد نشوفوا كيفاش. هاي بعد ما طابت كما قلنا، هاي طالت. واش نديرو لها؟ نحطوا لها نرابيو لها جوز الطيب اللي هي ها هي حجره يقول لها لا ميسكاد. تعطيها ماشي بزاف، شويه برك هكذا. ها تعطيها نكهه برك. هاي تعطيها نكهه. من بعد نخلطوا لها الفرماج تاعنا. هي سخونه باش الفرماج يذوب. ها نخلطوا الفرماج، نخلطوا مليح الفرماج. هذيك السخانه تاعها غادي يذوب. من بعد نزيدوا لها 2 حبات بيض نقصوهم لها. ماذا بيكم كي ديروا البيض تخلطوها مليح باش ما يطيبش لداخل. ديروا حبه هنا هاي وحده. من بعد ديروا 2 هادي. هاي خلطوها مليح 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 مليح. حصلنا على الدخان هذه. ومن بعد نزيدوا لها 2 مغارف تاع لا كريم فريش. لا كريم فريش يعني مليح. لو كان عندنا لا كريم فريش الاخرى هذيك الجامده ايباس تاع الفايق، هذيك بنينه هاي اللي خلطوها هنا. هاي بعد نخلط معها. هاهي خلوها ومن بعد نستعملوها. كما قلنا دائما ذوقوها في الملح، وما تنساوش بلي راك واحد درتو الفرماج بالداخل. الفرماج هو مالح يعني ذوقوها. شوفوا ما تكونش مالحه بزاف وما تكونش كاع مسوسه باش ما تصمطش. هذا ما كندوك. بعد الحين نشوفوا كيفاش نستفوهم ونحطوا هذا الفرماج من الفوق. نغطيوه نديروه من الفوق نزينوه به. بعد ما استفناها في البلاطو هذيك الغولي هذا، حطينا هذاك البصل اللي خليناه على الجنب وزعنا الباقيه تاع لافارس اللي قعدت على الجنب ثانيت. دوكا واش نديرو لها لا بيشاميل من الفوق. ها هي لا بيشاميل نحطوها، نفرغوا لها هكذا لا بيشاميل. ها هي لا بيشاميل. ومن بعد نحطوا لها الفرماج من الفوق. هاي نديرولها كامل الفرماج. هاي يعني لذيذه بزاف بزاف، بنينه بزاف. ماذا بكم كي تدخلوها للفرن يكون الفرن، لا كنتو شعلتوا الفرن مع دخلتوها خلوها 10 15 دقيقه. الا كان الفرن سخون 10 دقائق تكفي غير قسمه حمار من فوق برك، يعني تشد روحها خاطر كلش طايب. القرعه طايبه، كلش لافاخ تاعها طايبه، كلش طايب. يعني ما تاخذش مده طويله. كل واحد كيفاش الفرن تاعو يشوف على حساب الفرن. دخلوا 10 دقائق 15 دقيقه مش راح تزيد. هاهي نحطوها كما قلت لكم. دائما كي نديروا حاجه طيب في الفرن، اي حاجه غرات اكل يكون دخل الفرن، نديروا دائما كاسرونه تاع الماء معمره من تحت. يكونوا كاسرونه ما نسحقوهاش، نخلوها باش هذيك الحراره هذيك تروح للكاسرونه، يعني ما تروحش لهذاك البلا تحرقوا وما يطيبش. ماذا بيكم ديروا هكذا باش يعني يكونوا مأكدين ما تحرق لكمش هذيك الماكله. هذه هي لاستيك. دوك نخلوها ومن بعد منا على 10 دقائق نجيو نطلعوا عليها ونشوفوا. عندكم كش استفسار حطوه في اسفل الفيديو، ولمزيد من وصفات الناجحه اشتركوا معنا في هذه القناه. وش هي طيبه.